السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا اليوم صينية بطاطس بالفراخ في الفرن، طريقة مختلفة شوية عن اللي متعودين عليها، وكمان تتبيلة مميزة للفراخ هتديكي طعم ولون جميل جدا. هنبدأ الفيديو بالطريقة وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. معايا فرخة قطعتها نصين، تقدري تقطعيها 4 قطع أو 8 قطع زي ما تحبي. أول حاجة هنغسل الفراخ غسلة حلوة عشان نطلع منها ريحة الزفارة، وكمان تدينا طعم حلو. هضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقتين كبار دقيق، وعصير نص ليمونة، وأغسل قطع الفراخ من جميع الجوانب. وأهم حاجة سلسلة الظهر أو العظم اللي بيكون باين عموما، أدعكه كويس جدا بالليمون. هاخد الملح والدقيق على طرف الليمونة وأدعك بيها الفراخ. هسيب الفراخ في التتبيلة حوالي 5 دقايق لحد ما نجهز الخضار، وبعدين أغسلها بالمية كويس جدا، أتخلص من الدقيق والملح والليمون نهائي. وهنا معايا 3 حبايات بصل وسط، هقطعهم شرايح. خلي الشرايح تكون وسط، ما تكونش تخينة وما تكونش رفيعة زيادة عن اللزوم. التقطيعة دي الأفضل للبصل، بلاش تقطعيها جوانح. وكمان طريقة التقطيع دي هتخلي البصل معايا أحجامه مختلفة، كبير ووسط وصغير. هفكك البصل من بعضه وأضيفه لطبق عميق، وعليه هنزل بمعلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كمون، أقل من ربع الكوباية زيت نباتي، أو حوالي 4 معالق كبار. هقلب البصل مع البهارات بإيدي كويس جدا. هنستخدم البصل مرتين. أول حاجة هنتبل بيه الفراخ، وهنسيب الفراخ في التتبيلة مع البصل حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، مش أكتر من كده. والبصل ده نفسه اللي هنستخدمه في صينية البطاطس. الفراخ مغسولة كويس جدا ومتصفية، هتبلها بالبصل وأسيبها حوالي ربع ساعة. معايا كيلو بطاطس، هقشرها وأغسلها. هقطع البطاطس شرايح، خلي الشرايح تكون وسط. البطاطس لو تخينة مش هتستوي معاكي بسرعة، وخصوصا اننا هنسوي البطاطس في الفرن، ولو رفيعة هتتكسر معاكي بسهولة. خلي الحجم بتاعها وسط بنفس الشكل ده. معايا 3 حبايات فلفل اخضر، هقطعهم مكعبات وسط. هقطعها 4 اجزاء، وبعد كده هقطعها مكعبات. في طاسة على النار هضيف معلقة كبيرة سمنة وربع كوباية زيت. هسيب الزيت لحد ما يسخن ويوصل لدرجة حرارة عالية. انزل بالفراخ، انا عايزة الزيت ساخن عشان يعمل صدمة للفراخ وتاخد لون دهبي حلو. هتاخد لون دهبي وبعدين هقلبها على الجنب التاني. الجنب التاني مش بسهولة ياخد لون ذهبي، احنا بس هنديله صدمة في الزيت
عشان الفراخ تدينا طعم وريحة حلوة. هخرج الفراخ من الزيت على مناديل المطبخ واسيبها تتصفى لحد ما نرجع لها تاني. في نفس الطاسة ونفس الزيت هنزل بمعلقة كبيرة توم مفروم، هقلب التوم لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف، وانزل بالبصل والفلفل والبطاطس. ده نفس البصل اللي كنا متبلين فيه الفراخ. هقلب البطاطس والبصل والفلفل مع التوم يدوني طعم وريحة حلوة. تقليبة صغيرة جدا، يعني اقل من دقيقة كمان. هجهز الصينية اللي هتدخل الفرن وانزل بالخضار، وعلى وش الصينية هضيف الفراخ. وبعد كده نجهز الصلصة او الخلطة اللي هتدينا طعم وريحة ممتازة لصينية البطاطس. في الكبة او الخلاط هضيف 500 جرام طماطم متقطعة شرايح، وحباية بصل وسط متقطعة شرايح، وحباية فلفل اخضر، و3 فصوص توم، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة صغيرة شطة، وكمان ربع معلقة صغيرة توم بودر، ربع معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة ونص صغيرة ملح. واظبط الملح على طريقتك. 3 معالق كبار صلصة طماطم، هفرم المكونات الجميلة دي مع بعضها لحد ما تنعم معايا. وتوصل للقوام ده. الريحة من قبل ما الفراخ تستوي تحفة. هضيف الخلطة على وش الفراخ وأوزعها. وزعها بإيدك أو بسباتيولا، بس إيدك هتوصلها للفراخ أفضل. هغطي الفراخ بالخلطة كويس، والباقي هضيفه للبطاطس تحت الفراخ. أهم حاجة الفراخ تتغطى كويس جدا بالخلطة عشان تاخد الملح والبهارات منها. وأضيف الصينية فرن ساخن مسبقا، فرن من غير شواية، رف أسفل على درجة حرارة 150. هتاخد معاكي ساعة ونص. أول نص ساعة هغطي الصينية بغطا أو بورق ألمونيوم عشان الفراخ تستوي، وبعد نص ساعة هرفع الغطا أو ورق الألمونيوم وأسيب الصينية ساعة كمان لحد ما تستوي. تقدري تتابعي التسوية من بعد ساعة وربع، وبعدين شغلي الشواية تاخد لون ذهبي من على الوش. عايزة اقول ليكم ريحة الفراخ تحفة والطعم ممتاز، حاجة كده عظمة على عظمة. قدمنا البطاطس بالفراخ مع رز بالشعرية وسلطة ومخلل. هسيب ليكم رابط الرز بالشعرية في صندوق الوصف. لو وصلتم معايا لهنا شكرا ليكم من كل قلبي. ما تنسوش اللايك وكومنت حلو زيكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن. دمتم في رعاية الله.